إذا كان هذا في أناس جاوزوا 40، ترى حد الإنسان 40، لأن هذا أوج القوة. بعد 40 تنقص القوة، يبدأ النقص في الجسم، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك أنعمت علي. وهذا الدعاء احفظوه والتزموا به، إن الإنسان يوميا يكرره. والله يا إخواني إن الإنسان يحتاج أن يقوله بعد كل صلاة أو في دبر كل صلاة قبل التسليم: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا من صالح ترضاه. ويضيف له: وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، رجاء أن يتحقق في قول الله تعالى: أولئك نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذي كان يوعد. لأن الدعاء في آخر الصلاة مستجاب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبور الصلوات المكتوبات. قال العلماء رحمه الله: إن الدعاء دبر الصلوات معناه أنه قبل التسليم، وهكذا في السجود، وهكذا بعد أذكار الصلوات بعد التسليم، الأذكار تكون بعد التسليم. هذا ضروري اليوم، ضروري جدا، لأن الأمور خطيرة. الخسران خسران الدين، وهذا خسران الدنيا والآخرة والعياذ بالله.